هي بودكاست مساحة أمان لكل ست عايزة تعبر عن نفسها من غير ما تكون مضطرة لأي تبريرات أو تحس بأي أحكام ضدها. هنكون معاكي كل يوم خميس الساعة 7 بتوقيت القاهرة على يوتيوب، سبوتيفاي، أنغامي، أبل بودكاست وبلاتفورمز تانية كتير، عشان تشوفي وتسمعي حكاية ست شبهي وشبهك قررت تشارك معاكي المسكوت عنه. لو عايزة تحسي إنك متشافة ومسموعة، ما تنسيش تعملي سبسكرايب ولايك وتتابعينا. حياة الستات مليانة حكايات، وهي بطلة كل حكاية، وبيكون معاها شوية أدوار يا ثانوية يا أساسية. وفي أول موسم لهي بودكاست هنختار واحد من الأدوار الأساسية، الحدود والحواجز. حدود بنبنيها وحواجز بنخطيها، وحكاية الحدود والحواجز جوه حكاية الست يا بتكحلها فتحليها يا بتكحلها فبتعميها. والنهاردة هنتكلم عن الحواجز في موضوع من المواضيع مش هقول الشائكة بس اللي فيها خرافات كتير. فكرة الجواز. احنا بنتولد كستات مكتوب لنا سكريبت ومحطوط لنا تايم لاين، يعني توقيت زمني، بنتجوز امتى، بنخلف امتى، بنشتغل امتى، وبنتنفس امتى. بس في ستات ملهمات بيكسروا كل الخرافات ويتخطوا الحواجز ويعملوا حدود وبيظبطوا حياتهم زي ما هم عايزين. والنهاردة معايا ست ملهمة بتلعب أدوار مختلفة في رحلتها، وهي ميرفت جبل. شرفتيني ووحشتيني. انت كمان وحشتيني قوي. عاملة ايه؟ الحمد لله ايه الأخبار؟ اخيرا وبعد طول انتظار. وحلوه المقدمه الجميله دي. ميرسي، جميله زيك. يعني قاعده الكلام ملهم لوحده اصلا. ربنا انا افكر يخليكي كده يعني اليوم هيعدي ازاي. احنا في زي ما بيقول هارت تو هارت كونفرسيشن، هنعمل كده كلام يخرج من القلب يدخل القلب ويدخل قلوب مستمعاتنا ان شاء الله، علشان تلهميهم كالعاده. انا مش هقدمك، انا هسيبك تقولي لنا ميرفت هي مين. ميرفت النهارده ولا ميرفت من 10 سنين ولا ميرفت من 30 سنه ولا ميرفت من 40 سنه؟ ميرفت ليها مراحل كتير. مش عايزه اقول شخصيات مختلفه بس تطور مختلف. لو ابتدينا ميرفت النهارده زوجه وام، عندها 53 سنه، عندها بيزنس بتاعها، بتشتغل بتسبورت الومن في جميع يعني على كذا دايمنشن البيزنس، دايمنشن الانساني كمان. انا بحب جدا اعمل ده. خريجه معايا ماجستير اداره اعمال. فتحت البيزنس بتاعي تقريبا من 3 سنين. دي ميرفت بتاعت النهارده. في طبعا تايتلز كتير بس دي مش وقتها ان احنا نتكلم فيها، بس اقصد ان انا نموذج لبزنس وومن عندها شغل وعندها بزنس وبتحاول تساعد السيدات، وفي نفس الوقت زوجه وام لابن مراهق عنده 15 سنه. ربنا يخليه. من 15 سنه كنت عندي 38 سنه. كانت اول مره ابقى ام. عارفه انت لما تعيشي حياتك كلها خلاص انت شايفه انك عايشه لوحدك وعايشه عارفه تعيشي كويس وخلاص اتعودتي على شكل حياه معين، ففجاه تبقي المفروض يبقى عندك خلاص بقيتي زوجه وبقيتي ام وانت في السن ده. على فكره الموضوع صعب قوي. ما تبقي ام وانت صغيره حتى بيبقى فيه خبرات ناقصاكي بس انت جاهزه لده قوي. يعني انت عارفه زي ما انت قلتي كده هي مراحل، احنا بنبتدي تايم لاين بتاعنا. فانا عارفه وانا عندي خلصت الجامعه، اتجوزت 24، خلفت 25. ده السن الطبيعي بتاع بدايه الامومه من 25 ل 30. فانت جاهزه، انت قاعده مجهزه نفسك، عارفه ما تكوني داخله امتحان فقاعده بتراجعي. بس لو خلاص الامتحان ده ما دخلتيهوش، فما بيجي بقى فجأة فتحسي في الآخر لا ده ثانية واحدة لما كانوا بيقولوا إيه بقى في الحتة دي. أيوة سيدة أروح أرجع وأرجع لكم تاني بقى. إيه. فدي كنت شخصية مختلفة عن دلوقتي. من 30 سنة
كنت طالبه وبشتغل ولسه ببتدي حياتي ومش عارفه همشيها ازاي. كان عندي احلام وتوجهات كتير قوي قوي اتغيرت مع الوقت. زي كل البنات كنت فاكره ان انا هتجوز بدري عن كده، ما كنتش قاعده بخطط لها، بس كنت شايفه ان انا هتجوز يعني دي طبيعي يعني. ما البنات بتخلص بتتجوز، وكل صحباتي في وقت معين كلنا اللي بيتخطب الدنيا تمام. مش بسعى له بس مش بتجنبه. اوكي. وعارفه انه جاي هم هيندهوا على اسمي شو كمان شويه. ما ندهوش على اسمي. او وانا ما كنتش حريصه ان انا ارفع ايدي يعني. أوكي. انا مكمله اما يندهوا على اسمي هروح. انا بعمل شويه حاجات وهم هيندهوا على اسمي خلاص. اوكي. فما تندهش على اسمي. فابتديت الحياه خدتني في حاجات كتير لغايه ما بقيت ميرفت اللي انا فيها النهارده. احلى ميرفت. ثانك يو. قلتي شويه حاجات كده في حكايتك مليانه معاني مختلفه. اكيد الحدود والحواجز كانت كانت دور. فخليني اقولك، هل حاجز السن، حاجز الجواز، وحاجز الأمومة كان في السكريبت اللي بيحطه لنا المجتمع في يوم ما بيستخدم كسلاح ضدك؟ بصي يا ستي، بالنسبة لحاجز السن كل ما بتقربي من 30 كل ما بتبتدي تحسي بالمشكله. تبتدي تحسي بالمشكله دي من ناس كتير. ممكن ابقى انا من جوايا مش حاساها على فكره قوي، بس بتلاقي بعد كده اللي حواليكي بيحسوكي ان في مشكله، بيحسوكي ان انت لازم تشوفي حل. يعني مثلا بتحضري فرح، ابتدي يقول لك الاول عقبالك، وبعدين يبتدي يقول لك ايه ها مفيش حاجه، وبعدين عقبالك بقى ويتك على بقى دي كانت جمله عقبالك بقى. فده كله ضغط، ده كل دي حاجه بتحط لك انك هو انا مطلوب مني حاجه اعملها. هو انا كده عندي مشكله، هل انا ده بيسبب لي ازمه يعني. بعد ال 30 بشويه بقى دي حتى ما بتتقالش، الناس اللطيفه ما بتقولكيش حاجه، عارفه اللي هو ايه، بتسمولك كده ابتسامه صعبانيات. وانا في الحته دي ما كانش عندي مشاكل. انا كنت في بنات اعرفهم كويس قوي كان ده بالنسبه لهم بيعمل لهم مشكله، بيسبب عندهم ضغط. انا دايما ما انكرش طبعا ده at some point كان بيسبب ضغط، بس بعد شويه ابتديت اقول لا، انا مش هسمح لحد يضغطني بحاجه هي مش يعني مش في ايدي، ومش عشان خاطر ارضيهم ممكن اعمل حاجه هي دي ممكن توديني في داهيه بعد كده. وما انكرش ان في وقت كنت بفكر بالطريقه دي برضو شويه، طب الحق، طب اتخطب، طب ارتبط، طب يعني ده كان بياخد مني تفكير لغايه ما في لحظه ما خلاص انت بتعدي مرحله بتكتشفي انها لا هي مش فارقه، وانك لازم تركزي على نفسك. وكل واحد يقول لك اي كلام او اي حد يحاول يعمل تحتيك عليكي ضغط، دي مشكلته. وابتديت اركز اكتر في نفسي، في ايه اللي بيبسطني، ايه اللي بيسعدني، ايه اللي ممكن يعني. وحطيت لنفسي خطه كده او بلان لحياتي من غير جواز. حلو. اصل الجواز ده يعني حاجه ما كويسه ولطيفه وكل حاجه، بس احنا في بلان بي زي ما بيقولوا. فالبلان بي بتاعتي ان انا يبقى عندي شقتي، ان انا هسافر، بانفست في كمان كانت من الحاجات المهمه جدا اللي كمان عملت لي مش عايزه اقول ايه ساتسفاكشن، او عملت لي نوع من انواع الامان. كانت امان بالنسبه لي علاقتي بالولاد اخواتي. انا بحب الولاد اخواتي قوي. ما شاء الله يعني عددنا مش صغير يعني، احنا 6. اخواتي اللي اكبر مني كانوا عندهم ولاد وبنات، اكشولي بنات يعني. فكنت قريبه منهم قوي قوي، فدايما حاسه ان انا مش لوحدي. انا مش ما عنديش مشكله ان انا احس ان في حد من الجيل التاني قريب مني وعلاقتي بيه كويسه. فكنت دايما شايفه ان انا مش لوحدي، فان انا مش لازم، انا مش مامتهم، بس انا في ناس معايا بلعب معاهم دور حلو من اللي انا بحبه. اما اتجوزت متاخر كنت خايفه ان انا ممكن مثلا الجواز المتاخر مش عيبه زي ما هو في ميزه وفي عيب. الميزه بتاعته انك بتبقي اكتر نضجا، بتبقي بتتحملي حاجات وانتي اصغر ما بتتحمليهاش، او بتتلككي عليها، لكن وانتي كبيره بتبقي شايفه ان الدنيا لا ابسط من كده. بس عيبه ان بيخليكي خايفه اكتر، ان انتي يعني الخوف من الفشل، الخوف من انك تفقدي حاجه. ودي حقيقه على فكره بتحصل، انا ما اعرفش بيحصل لغيري ولا لا، بس حصلت لي في الجواز، في الجواز وفي الامومه. ان هو بعد شويه عارفه انت احاسيس ما بعد الشراء، اللي هو ايه ده، هو كده بس وخلاص؟ ايه بقى؟ انا ايه اللي وداني هناك؟ انا كنت حلوه ومرتاحه. طب ايه بقى ده؟ بقعد شويه كده مش يعني بقارن ما بين احاسيسي قبل كده او حياتي قبل كده، اللي هي ممكن تكون قدام الناس وبيني وبين نفسي هي اكيد مش احسن حاجه في الدنيا، بس كنت لا عارفاها وعارفه اولها من اخرها كده، والدنيا كانت مظبوطه خلاص، انا متعوده على ده.
بعد شويه بتحسي ان ايه ده، هو ده خلاص كده، هو ده بقى الجواز بيتكلموا عنه. يا لهوي. نفس الكلام مع الامومه. انا ما كنتش، دي معلومه حتى اقولها لابني، انا ما كنتش بحب الاطفال، ما بحبش الاطفال الصغيرين يعني، مش ما بحبهمش يعني، بكرههم، بس مش ماليش فيهم. ما كان حد عنده بيبي كده وبتاع يعني، يا حبيبي تك تك وخلاص، من بعيد لبعيد، من بعيد لبعيد. ما بحبش اشيلهم، ما بحبش اتعامل معاهم. بحب الولاد من سن 8 9 سنين. ممكن السن ده بالنسبه للامهات يبقى مزعج شويه، لا انا كنت زي الفل، انا بحب العيال دي قوي. فما خلفت ابني، قبل ما اخلف خلينا نروح بدري شويه، فكره انك تخلفي وانت عندك 37 دي حاجه مقلقه برضو شويه. السن انا فاكره كويس قوي دي حاجه. لما رحت للدكتور، اول دكتور رحت له قال لي كده، قال لي انا وجوزي بالمختصر يعني، قال لي انت سنك مش صغير ولازم نعمل تحاليل واشعاعات، لان احتمال الولد يبقى عنده مشكله او البيبي يبقى عنده مشكله. قلت له مشكله ايه؟ قال لي يعني بس مش هنسبق الاحداث عشان الام سنها كبير كده. والله الراجل قالها لي بوش كده. خرجنا بقى، خرجت بقى اللي هو ايه، طب ولو في مشكله هنعمل ايه؟ لا مش هنعمل حاجه، الكلام ده انت هتعرفيه في الشهر الرابع، لو ما عندكيش حل اصلا. انت قاعده على انا قاعده على اعصابي ان يبقى في مشكله. وابتدي افكر، طب ما انا حياتي، ما انا يعني انا ما اخلفش احسن ما اخلف طفل عن فيه مشكله. طبعا دي نعمه من عند ربنا، وربنا يبارك في كل الامهات اللي يقدروا يعملوا ده، بس انا كنت شايفه انه صعب قوي ان انا ممكن يبقى ده. وبالتالي لما خلفت خلنا بقى في نقطه الامومه. انا عندي 38 سنه، ما بحبش الاطفال، ما بعرفش اتعامل معاهم. ومعايا مخلوق كده لطيف صغنن بيعيط على طول وعايز اهتمام حد مركز معاه بشكل مباشر. فده برضه كان بالنسبه لي حاجه صعبه جدا طبعا. هو يعني يا ربي، وانا يعني انا ايه برضه، انا ايه اللي جابني هنا؟ انا مش بتاعت الكلام ده خالص يعني. بس سبحان الله، بصي برضه هرجع واقول لك ان الحاجه اللي بتبقى باينه انها حاجه صعبه متاخر، سنك بيخليكي تتعاملي في حاجات وانتي اصغر كنتي ممكن ما تعمليهاش. يعني انا مثلا لو انا صغيره هعتمد على امي، على اخواتي، على حماتي، وهم لسه يعني، لان انا صغيره. بس وانا كبيره انا شخصيا مستعيبه فكره ان الناس تيجي تعمل معايا حاجه. انا لازم اعتمد على نفسي. انا اتعودت من سنين ان انا بعتمد على نفسي. فيجي في حته البيبي ده مش هعتمد على نفسي. قصص بقى وقراءات، وكان الكلام ده من 15 سنه. ما كانش طبعا الانترنت كان ليه دور كبير، بس ما كانش زي دلوقتي، ما كانش فيه شات جي بي تي يعني. فكنت جايبه بقى كتاب كده اسمه انا وطفلي والطبيب، وماشيه بقى صفحه كل بقى يوم امسك الكتاب واقعد اقراه واشوف الطفل ده ايه بيعمل ايه، وابتدي اطبق مع شويه تجويد عارفه من عندي كده. الدنيا مشت حلوه قوي، ولقيت نفسي ايه ده، طب ما انا لطيفه يعني، ما انا بحب، ما الدنيا حلوه، الجواز حلو والامومه حلوه والدنيا حلوه. بتاخدي وقتك شويه انك انت عقبال ما تستوعبي ده. احيانا في ناس ممكن في المرحله اللي هم فيها مش عارفين اللي بيحصل ده هل هم قد ولا لا، او يبقى صعب عليهم. ممكن يخسروا حاجات، او ممكن يتصرفوا تصرفات غلط، او ممكن ياخدوا قرارات غلط. بس الحمد لله برضو هرجع واقول لك السن والخبرات اللي قبل كده خلتني اجمد شويه. يعني فهي دي كانت شويه حواجز، وكانت شويه حاجات ممكن تودي يمين او شمال. فالحمد لله ربنا عدنا منها على خير يعني. الحمد لله. من كلامك خليني اقول انه مفيش كتالوج، السكريبت هنقطعه ونرميه، والتايم لاين ده بتاعك وبتوفيق ربنا. توفيق ربنا طبعا. وعلشان احنا بنتكلم في حته حساسه، الضغوط اللي بتمارس علينا من استغلال المجتمع لنقطة السن والجواز والأمومة بتخلق نوع آخر من الضغوط، وهي الضغوط النفسية والعقلية والجسمانية وكمان الشعورية. وعلشان انتي تقدري تتخطي كل الحواجز دي وتوصلي انك قاعدة معانا بتتكلمي برحابة صدر وبتبسمتك الجميلة، انه لعبت دور مهم في حياتك الحدود. ايه الحدود اللي ميرفت رسمتها او قررت تستخدمها عشان تحافظ او تحمي نفسها شعوريا ونفسيا وجسديا وعقليا؟ بصي، هي الحدود دي ممكن يبقى جزء من تكوين شخصيتي يعني. انا من زمان، من وانا صغيره وانا دايما حاطه حدود كده، ان انا مش عايزه اقول انا عارفه انا عايزه ايه، بس اللي انا عايزه يعني ممكن ابقى عايزه الجا لحد بلجا، لكن ما بسمحش لحد يفرض رايه عليا او يبتدي يضغط عليا بشكل مباشر او غير مباشر. ده ميزه وعيب برضه. ميزه ان خلاني اما اكمل معايا، ساعدني في حاجات كتير، وعيب اني احيانا وانا اصغر ببقى قله خبره مع
عارفه برضو يعني طيش، فبيخليكي تعملي لانك لازم تسمعي برضو. لازم يبقى عندك ليميت كده، انك في فرق انك تسمعي للاخرين او انك تسمحي لهم يتدخلوا في حياتك. حلوه. فالفتره وانا صغيره لا كنت ساعات حاطه حدود على طول وماشيه بدماغي، فطبعا ده ادى لشويه يعني فيليرز في بدايه حياتي اكيد. لكن مع الوقت ابتديت ان انا يعني بسمع على فكره الناس كلها، ما بسمعش لحد انه يتخطى حدوده معايا، لكن ما عنديش مانع ان انا اسمع للناس واخد من كلامهم اللي انا شايفاه يمشي، واللي انا شايفاه مش مناسب يا اما بقول ان هو مش مناسب ويعني وده بيبقى واضح جدا. يعني طبعا لو الناس قريبين مني وغاليين عليا بسمع وبهز راسي بقول لهم ايوه الكلام زي الفل والكلام ده حلو قوي وبس اعمل اللي انا عايزاه عموما يعني. لكن بس بقيت بسمع اكتر وبانتقي اللي من الكلام، لان مش كل الناس على فكره اللي بتحاول تكسر الحدود دي مش عايزه تضايقك يعني. حتى اللي بتقول لك عقبالك بقى هي مش بتقول لك كده عشان هي تضغط عليك، هي فعلا نفسها تفرح بيكي يعني، نفسها تشوفك عروسه وام انا بعد ما خلفت ابني كان كله بيضغط عليا بقى ان انا اخلي خويه انا لا دي كانت الحدود بقى. لو انا متشكره جدا شكرا سليم وزي الفل سوي بقى في حاجه خلاص كده يعني تمام. انا حلو قوي. ساعات كنت بقعد اقول هو انا صح ولا غلط، ولا كان ده المفروض يحصل ولا ما كانش المفروض يحصل، بس الحقيقه ان انا النهارده يعني بعد السنين دي شايفه ان الحمد لله رب العالمين ربنا يعني يحفظه يا رب. هو ده يعني الاوبتيمم بالنسبه لي وبالنسبه له يعني. انا طاقتي بالنسبه لي عارفه اديله الطاقه، لو كانوا 2 ربنا طبعا بيدي الطاقه، بس يعني انا اصلا كنت عندي قلق وانا بخلفه وانا 38 فما بالك لو بقى 2 او اكتر، ده مش في سني ده ما كانش انسب حاجه. فخلاص انا راضيه وعارفه ان يعني ربنا اداني شويه حاجات متاخر فهحافظ عليها واحاول ابقى يعني ابقى سعيده فيها وابقى اعرف ان انا يعني استمتع بيها على قد ما اقدر، وعلى قد كمان ما يعني ما اللي حواليا كمان يبقوا شايفين ان هو لا ده نموذج كويس يعني. بعد برضو ما الوقت عدى بقيت الناس اللي كانوا بيضغطوا عليا او بيقولوا لي لا كنت المفروض تعملي، بيقولوا لي والله لا ده انت طلعتي صح. انا ده من اكتر اللحظات الممتعه اما اسمع من ناس كانوا بيقولوا لي من الاول انت غلط او انت اللي بتعمليه ده غلط او انت لازم تتجوزي بدري او يعني الناس دي ما بسمع منهم النهارده والله انت زي الفل. وبقوا كمان في ناس منهم بقى يقولوا بناتهم مثلا لو بنت يعني لا على فكره خليكي مع ميرفت اهي، بقيت انا موديل يعني يعني ممكن يكون بشكل او باخر قللت الضغط على جيل على جيل ورايا يعني فوتشز دي حاجه طبعا لطيفه انا بحبها جدا. حلوه قوي. فاللي فهمناه انه اللي ساعدك في ان انت مش بس ترسمي الحدود اللي هتحميكي بس كمان تحافظي عليها، انه انت كنتي بتعملي زي فلتره بالظبط للي بيدخلك، تاخدي منه اللي يناسبك واللي مش مناسب تحترميه وتحطيه على جنب. تمام، كل الناس بالزبط. جميله. الحاجه التانية انه انت كنتي عارفه الطاقه اللي ربنا مديها لك وبتقدري تستخدميها في الحفاظ على الحدود، وان انت برضو توصلي للي انت عايزاه كزوجه وكأم. بالظبط. بصي الصدام مش ألطف حاجه، انا ممكن ابقى احيانا ببقى شخصيه صداميه بس عن قصد يعني مش عن غير قصد. زمان وانا صغيره كنت ببقى صداميه ساعات عن غير قصد، بس لما كبرت بقيت استخدم ده في وقت انك عشان محتاجه لحظه كده تبقي توقفي قدامك عند حده عشان ما يتخطاهاش. واوقات اكتر بكتير لا انت بتسيبيه يقول اللي هو عايزه وتبقي مفهماه برضه بالراحه كده ان دي حدود مش هينفع يتخطاها. كل ما بكبر كل ما الصدام بيقل قوي قوي قوي، واللحظات اللي بتعرفي تتعاملي فيها ده برضه ليه علاقه بالسن وبالخبره، انك ان انا يعني اعمل اللي انا عايزاه واريح اللي قدامي ويعني كلنا نخرج سعداء كده، وفي الاول في الاخر انا مش هعمل غير اللي بيناسبني. حلو. واللي يناسبني ده يعني يناسبني برضو بالعقل يعني فكره. بصي يا شيماء، فكره الجواز ان حد يتجوز عشان يرضي الاخرين دي اسوأ حاجه ممكن طبعا. على فكره حتى لو الجوازه دي احسن جوازه في الدنيا هتفضلي دايما عندك جواكي كده ما هو انا كنت انا ما كنتش عايزه، ده هم ضغطوا عليا، ده هم اللي قالوا لي الكلام ده. بتسمعيه الستات عندهم 70 و80 سنه واتجوزوا جوازات كويسه ويقولوا لا اصل انا ما كنتش عايزه بس بابا وابويا والامي يعني بسمعها من ناس كبار عندهم دايما مشكله ان هم ما كانوش عايزين يعملوا ده، وان هم عملوه ارضاء الاب الام المجتمع.
حتى لو كان النتيجه كويسه برضه هم بيبقوا شايفين، هم فاكرين على فكره لو قعدوا هيبقى في حاجه احسن، ممكن ما يبقاش في حاجه احسن، بس هم احساسهم ان ده ما كانش قرار يعني داخلي قوي من عندهم. بيفضل مأثر، عامل لهم نقطه كده بتزن في دماغهم. بالظبط كده. والله بيبقى عندهم احفاد وبرضه واقفين عند عند الحته دي ما بتروحش خالص، سبيشالي عند الست. فكر الراجل ابسط من الست في الحته دي، الراجل بينسى، انا ما بقاش فاكر هو كان عايز الاسبوع اللي فات. لكن الستات احنا عايزين ناكل عيش يا جدعان. بالظبط. الراجل ابسط بكتير، الست لا، الست بتفضل دايما حاطاه في قلبها كده، علشان احنا تو ماتش ايموشنز، واحيانا بتنقلها الاجيال بعد كده، واحيانا بتنقلها لبناتها، واحيانا بتنقلها زي ما انت بتقولي احفاد. فالموضوع ما بيخلصش، فسيبوا الست في حالها بقى، عشان ايه ما تنكدش عليكم الاجيال يعني. كلوا انتوا عيش وسيبونا احنا ننبسط بالله. بالظبط اللي احنا فيه بالظبط كده. خليني اخد من كلامك برضو ان انت بتقولي حاجات مهمه ان احنا بننقلها للاجيال. بالظبط. واكيد حكايتك وقصتك سبيشالي مع الحدود ومع كل الحكمه اللي ظاهره النهارده. حلوه الحكمه دي. ايوه طبعا. ما جاتش من فراغ. احنا اول علاقه في حياتنا هي اللي بتأثر لحد ما ربنا يكتب لنا النهايه، والعلاقه دي هي في الاساس بتكون الام والاب. بالظبط. العلاقه الاوليه ما بين الام والاب، ايه الدور اللي لعبته في ان انتي تبقي قادره تعرفي الفرق ما بين الحواجز والحدود، وبتشكلي حياتك بطريقه مريحه من غير الضغوط اللي الستات بعد ال80 بيفتكروها وبتزن في ودانها؟ بصي انا طبعا والدتي ربنا يديها الصحه ليها طبعا تاثير في حاجات في حياتي، بس مش في الحته دي قوي. اللي ليه تاثير في الحته دي قوي ابويا الله يرحمه. الله يرحمه. بابا الله يرحمه كان راجل كبير في السن. يعني خلفني وهو فوق ال60، فانا بالنسبه لي كان نموذج جد اكتر من نموذج اب. ومع ذلك هو كان شخص متفتح جدا، وبيسمع وبيديكي نصايح وبيديكي ثقه في نفسك وبيديكي فاليوز كده. ما كانش اسمها فاليوز اياميها، بس هي فاليوز. انت بتطلعي في حته، يعني انا اذكر له موقف هو يعني خارج النطاق ده بس بحب احكيه قوي. هو والدي الله يرحمه كان ترزي عربي، كان بيفصل اللي كان عنده ورشه بتفصل اللبس بتاع السفرجيه والجليب البلدي في السبعينات واوائل الثمانينات. فانا كنت طالعه في مسرحيه في المدرسه، حاجه كده ايام الرسول صلى الله عليه وسلم، وعايزين نلبس جلابيه بلدي. فهم طبعا في المدرسه بقى الحكومه، فما يقولكيش بقى جلابيه بلدي والكلام ده. قال لك ايه، البنات تلبس فساتين والولاد يلبسوا قميص وبنطلون ابيض باين حاجه كده. فانا قلت لا، ما انا بابا بقى بيفصل الحاجات دي. فراح قلت له بص، قلت له مستنيه بالليل لما جه، قلت له بص يا بابا انا عايزه اعمل كذا كذا عشان عندي كذا. اي طب وزمايلك هيلبسوا ايه؟ فاكره جمله زمايلك على فكره، لان ما كانتش متعارف عليها زمان. قلت له البسوا ايه؟ البسوا اي حاجه، انا مالي، البسوا انا عايزه ابقى انا باينه كده وظاهره. بالظبط. قال لي لا، هو انت لو انت لوحدك لابسه كده وهم لابسين اي حاجه، على فكره كلكم شكلكم وحش. فانت هاتيهم، هم كلنا عيال بقى سقاسيه كده، هاتيهم المحل وانا هخلي الصناعيه يعملوا لهم لبس. حلو. وكسل المسرحيه كلها ورقوا لي الدور بتاعي، ادوني دور اكبر عشان انا يعني مظبطاهم. ايوه. نهينا عندنا كنت فرحانه جدا وفخوره جدا وبراود بنفسي. بس صدقيني ده مثلا اداني اول درس في ان انت ما ينفعش تكبري لوحدك، ما ينفعش تبقي حلوه لوحدك. حطي ده بقى في شغل، حطي ده في جواز، حطي ده، انت مش لوحدك، انت جزء من صوره. فلازم تركزي في الصوره كلها. فكره ان انا الشاطره اللي عارفه في الامهات تقول لك انا كويسه وبس ابوكوا بيعمل، او الاب يقول لك لازم كلنا في الصوره نبقى حلوين. في الصوره بقى الصغيره، الصوره الكبيره. فدي كانت من اول الفاليوز اللي انا خدتها، ان انا ما ينفعش ابقى كويسه لوحدي، ما ينفعش ابقى، وان شكلي جزء من شكل مجموعه، انا جزء منهم. فده بطبقه في حاجات كتير قوي. بابا كان يعني كان بيقول لي كلام كويس، بيقول لي انت كويسه وانت شاطره وانت ناجحه. يعني كان بيديني كلام حلو وبوزيتيف. مهما حصل لي فيلير في حياتي دايما ببقى عايزه انجح، ودايما مع كل لحظه نجاح بجد والله الكلام ده يبان ان هو كلاشيات، بس دي حقيقه. لا خالص. الراجل ده بيجي في بالي وبحس ان انا كان نفسي يبقى عايش لغايه النهارده عشان يشوف ان تربيته وكلامه اللي هو ان بابا عايش معايا 12 سنه. انا بابا توفى وانا عندي 12 سنه. كل علاقتي بيه ابتدت من سن 7 سنين، او يعني اتذكرها 7 سنين ل 12 سنه. ومع ذلك هو شكل وخلاني عارفه انت مش انت مش مستعجله قوي انك انت يبقى في حياتك حد او ما هو انا عايزه يعني انا يعني واخده شويه حب كده وحنان وثقه
مخليني مبسوطه. فاهمه؟ مش قاعده بقى، مش عندي مثلا نموذج الاب اللي كان قاسي او الاب اللي كان متجاهل. هو مات بدري فما كانش مش بايده يعني، الله يرحمه. بس شكل جزء من شخصيتي، وشكل جزء من احساسي ان انا يعني واثقه في نفسي، وان انا شاطره، وان انا قادره. يعني الحاجات دي كلها انا شايفه ان هو يعني ليه دور كبير جدا فيها. لان انا يعني كل مع زي ما بقول لك، مع كل موقف ايجابي بعمله لا انا بفتكره كويس قوي. مش انا لوحدي، اخواتي كلهم على فكره، كل واحد من زاويته، وكل واحد من قصته، وكل واحد من سنه، بس كل واحد عنده مواقف بتقول قد ايه تاثيره كان كبير في حياتنا. الحمد لله. وده درس لينا كلنا النهارده، بيقول لنا قد ايه الميل فيجر او نموذج الرجل في حياه الست يا بيخليها مستقره وشبعانه، مهما كانت فتره قصيره. بقول لك فتره قصيره جدا، مش بالفتره بالقيمه اللي اداها لك، بالخبره، بالعلم، بالمعرفه، بالحب اللي حوطك بيه، فخلاكي تشجيع والثقه انك انه بيقول لك انت كويسه، انت شاطره، انت يعني انا فاكره برضه ان هو كان بيقول لي، انا كنت بحب اروح المدرسه بصحى بقى مضروبه بالنار عشان اروح المدرسه. فانا فاكره كان بيقول لي انت شاطره، انت تبقي دكتوره. طب الدكتوره دي كانت احلى حاجه طبعا. يعني. انا ما بقتش دكتوره، بس كل زي ما بقول لك مع كل نجاح بيحصل لي بفتكر الجمله دي، وبحس ان انا لا انا استاهل حاجه كويسه. احسسك انك انت تستاهلي، انك عندك كده سيلف ستيم كده، انت حاسه ان انا لا انا استاهل ان انا ابقى في موقع احسن، ان انا اتجوز جوازه كويسه، ان انا ابقى مبسوطه في حياتي. يعني كلمه انا استاهل دي انا بابا الله يرحمه هو جزء، الله يرحمه كان جزء كبير منها بسببه يعني بصراحه. الحمد لله. انا شايفه الدمع، حاسه بايه دلوقتي؟ لا والله زي ما قلت لك وانا بتكلم من شويه، ان انا كل لحظه انا كانه عارفه، ما تحسي كانه قاعد سامعني انا وانا بكلمك، حاسه كانه قاعد سامعني، حاسه انه حواليا، حاسه انه موجود. مع كل حاجه بتحصل بنجح فيها بتلاقيني بكلمه بيني وبين نفسي. على فكره الكلام ده حتى ما بقولوش لحد، بس انا بقعد اكلمه، بقعد يعني بحلم بيه، وبقعد افكر ان هو لو كان عايش، الله يرحمه، لو كان عايش كان زمانه بقى عنده 110 سنه دلوقتي. والدي مواليد 1913، راجل كبير في السن. بس ساعات ببقى نفسي يبقى موجود، او بقعد اتخيل ان هو موجود وبالتالي شايف، طب سامع، طب حاسس، طب راضي، طب مبسوط. كان خايف زمان ان هو يتوفى بدري واولاده الصغيرين يعيشوا ازاي. ساعات نفسه يجي يشوف، يقول لا على فكره احنا حلوين، اللي اتجوز متاخر واللي اتجوز بدري كلنا زي الفل الحمد لله. بس خليني اقول لك انه انت قلتي انه انت هتقولي قصه يمكن ملهاش علاقه باللي احنا بنقوله، بس وانت بتكلمي انا شفت انه ده في صميم اللي احنا بنقوله. من اول انه زي ما كنت بقول انه شبعك بالحب وخلاكي مستقرة نفسيا وشعوريا، ده خلاكي عارفة قيمتك، وقاعدة حاطة رجل على رجل وبتختاري، مش مستعجلة الجواز يجي زي ما يجي بالظبط، يعني بطريقته في انه بيتعامل معاكي ازاي، ومع اصحابك، ومع مواقفك، ومع دراستك وتشجيعك. ده علمك ازاي، دي كانت بداية ان هو بيمسك ايدك وبيعلمك ازاي ترسمي الحدود ما بينك وما بين الناس وتخطي الحواجز. الحمد لله اكيد. فلا ده في صميم اللي احنا بنقوله حقيقي. عارفه زي ما انت ترسمي الحدود اللي يخليكي فعلا. اولا هو فكره انك انت ممكن حدودك برضو جزء من حدودك اللي انت تحطيها، ان انت ما تسمحيش لحد يتخطاها، وفي نفس الوقت انت ما تتخطيش حدودها. يعني على فكره انا بعتبر ان انا وانا قررت البس انا الكاستيوم بتاع المسرحيه حلو، انا كده بضايق الاخرين. يعني هم كل الولاد جايين لابسين فساتين ولا البنات لابسين اللبس اللي هم قالوا لهم عليه، وانا الوحيده اللي جايه لابسه لبس يعني مختلف، هو مناسب قوي، بس في الاخر يعني اشمعنى هي اللي عامله كده؟ فانا كده بضايقهم. وعلى فكره غالبا انا كنت بفكر اضايقهم، او يعني ما كانش فارق معايا ان هم يتبسطوا وما يتبسطوش، ما انا طفله يعني. فانا في دماغي انا عايزه ابقى انا بس الشاطره وانا الجميله، ولا لا انت من حقك طبعا تبقي كده، بس مش من حقك انك انت تكسري بخاطرهم، مش من حقك انك تكسفيهم. فاهمه اقصد ايه؟ فده يخليني انا ما بقاش حريصه اكسف حد او اضايق حد، زي ما بسمحش لحد ان هو يضايقني او يكسر بخاطري مثلا. يعني لو افترضنا ان هو ده لا هو كمان اللي حصل انه الايجو كانت هنا. ايوه، موقف بابا خلاها تبقى في الحته المظبوطه، صح. ويمكن ده اللي خلاكي النهارده ان انت
بتؤمني بدعم الاخريات والاخرين بشكل مختلف تماما. في فرق اصلا بين الدلع والتربيه، يعني في ابهات بيدلعوا بناتهم او امهات بتدلع اولادها، ده الدلع ده شيء لطيف وكل حاجه، بس الدلع بيزيد بقى، فبيخليكي زي ما انت بتحافظي بقى على نفسك ومش فارق معاكي الاخرين. فده برضو دي نيجاتيف امباكت، زي بالظبط النيجاتيف انك تبقي شخصيه خايفه والناس بتتخطى حدودها معاكي، يعني ده مصيبه وده مصيبه، لان الطرف في علاقه انت يا الطرف الاقوى يا الطرف الاضعف، يا الطرف اللي بيتخطى حدوده يا الطرف اللي بيسمح للاخرين ان هم يتخطوا حدودهم. فلو انت عارفه حدودك وعارفه حدود الاخرين، ده بيخليكي يعني اولا يعني انا ما بتخطاش حدودي مع حد، وبالتالي مش هسمح لحد يتخطى حدوده معايا. مش ضعف، انا ما بتخطاش حدودي مع اللي قدامي لاني عارفه ان حقه ان انا ما بتخطاش حدودي معاه، وبالتالي لما انت تتخطي حدودك معايا اعرف اقول لك لا لو سمحتي الحدود دي انا ما بعديهاش وما احبش حد يعديها. طيب من الدروس المستفاده بقى اللي اتعلمناها من الاب ومن خبره ال 12 سنه معاه وخبرتك ونجاحاتك بعد كده مع الحدود والحواجز، ازاي بقى ضربتي كل ده في الخلاط ووصلنا لانه انتي بتتخطي حواجز طبعا، لانه اي ست ناجحه وحققت ذاتها ونفسها بيبقى صعب زي ما انتي قلتي في الاول ان هي ترتبط او تتجوز وكمان تبقى ام. فايه الحدود اللي قررتي بقرار واعي ان انتي هترسميها علشان تفضلي محافظة على نجاحاتك، بتستمتعي بالزواج وبتستمتعي برحلتك مع الأم؟ بصي، هي في الاول وفي الاخر هي مش خلطة يعني محددة، وكل حاجة توفيق ربنا زي ما انتي قلتي في الاول، بس هي الاولويات. كل مرحلة ليها اولويات. حلو. ولو انا نفس الاولويات من غير ما ادرس البيئه اللي موجوده فيها او الوضع اللي انا فيه دلوقتي، غالبا مش هتنجح، يعني مفيش حاجه بنفضل نكمل فيها على طول. ففي مرحله ما كان اولوياتي مستقبلي، وان انا احط لنفسي كده شكل معين واتعلم يعني مش عايزه اقول اتبسط، بس يعني اشوف ايه اللي بيبسطني انا قبل الجواز واعمله بما لا يخل باي حاجه، واعمل ديفلوبمنت لنفسي بشكل او باخر. بعد الجواز وبقيت والامومه، لا بقى تركيزي اكبر مع الامومه ومع الجواز ومع الوضع اللي انا بقيت فيه، وان انا بحاول على قد ما اقدر ان انا عارفه كاني بتعلم كده، طب هو انا اعمل ايه عشان يبقى ده احسن، واجرب حاجات، وممكن حاجات تنجح وحاجات ما تنجحش. بس كان ده اولوياتي، بس وانا حاطه ده وانا حاطاه في اولوياتي برضو مش ناسيه نفسي ومش ناسيه اهدافي ومش ناسيه انا عايزه اعمل ايه. يعني فور اكزامبل انا الفتره اللي انا خلفت فيها ابني وهو لسه صغير ما ينفعش اشتغل، ما ينفعش ابقى فول تايم جوب، في نفس الوقت مش عايزه ابقى قاعده يعني بعيده عن العالم، يعني فابتديت ادرس. فده كان بيساعدني ان انا الدراسه بتخليني بقى يعني ممكن ابقى مشغوله شويه بس مش قوي، وعارفه اوازن ما بين ده وده. ابتديت اشتغل الاول، على فكره ده مش دي تجربتي انا، في ناس يقدروا يعملوا ده، يعملوا حاجات احسن مني، يقدروا يشتغلوا ويبقوا امهات، يعني في ناس ممكن عندهم القدره يعملوا ده برضو، لان انا ابتديت متاخر فطاقتي بقت يعني ايه محتاجه اركز اكتر، افوكس اكتر على شويه حاجات. ابتديت اقول انا هفضل مرتبطه بالعالم الخارجي او البيزنس سايد، يعني من خلال ان انا ادرس وان انا اشتغل از فريلانسر، ان انا اشتغل بشكل يعني يخليني دايما مرتبطه بالدنيا، بس في نفس الوقت مش فول تايم، لان اولوياتي ساعتها كانت ابني وكان حياتي الاسريه. حلو. كل ما الولد بيكبر كل ما انا يعني بكبر في اللي انا بعرفه، وابتدي الاقي فرصه تخليني اقدر استفيد منها حتى لو شورت تيرم، بقيت استفيد منها. حلو. بصي انا عندي نقطه ان انا عايزه اروح هناك، مش لازم اروح بسرعه، بس ابقى احط قدامي طريق كده وامشي فيه بالراحه، امشي واقعد الاقي الدنيا محتاجاني ان انا اقف شويه فاقف شويه، بس انا برضو عارفه ان انا عايزه اروح هناك. بفضل امشي خطوات، مش عايزه اقول بطيئه، بس عارفه في كده حاجه لك عشان تخسي ممكن تمشي بالراحه وكده تمشي بسرعه وكده تمشي بالراحه وكده تمشي بسرعه. انا بعمل كده، بمشي بالراحه لو الدنيا محتاجاني ان انا امشي بالراحه، وامشي بسرعه لو انا الدنيا مفتوحه قدامي واقدر امشي بسرعه فبمشي بسرعه. فهي الخلطه ليها علاقه ان انت تعرفي امتى تبطئي وامتى تسرعي، وانتي مش لوحدك. انتي بعد الجواز والخلفه ده لا عالم تاني، وبتحسي ان انتي مش بتاعت نفسك قوي يعني.
فازاي توازني ما بين ده، ازاي تعملي اللي يرضيكي وتعملي اللي يرضي رغباتك، انك تبقي تعملي حاجات لنفسك. على فكره مش لازم يكون شغل، يعني انا بالنسبه لي اللي يرضيني ان انا اكون بشتغل، ان انا عندي بيزنس. في واحده تانية اللي يرضيها انها تدرس حاجه تانية، اللي يرضيها انها تقعد تشرب كوفي وما تعملش حاجه. حلو الكوفي. انا احيانا في ات سام بوينت ان انا ببقى عايزه اقعد اشيل الفيشه. حلو. فالمهم يبقى دايما انا طبعا مؤمنه جدا ان انا لازم يبقى عندي وقت لاحلامي انا، لاهدافي اللي تخصني انا. ممكن اديها وقت صغير، وكل ما يبقى عندي فرصه اديها وقت اكبر اديها وقت اكبر. لا الدنيا محتاجاني ان انا اقلل الوقت شويه فهقلله تاني كده اكبره، بس في الاخر انا رايحه في الاتجاه بتاعي. فاحدد اولوياتي، احط افضل حاطه الحدود، مركزه ان انا ده الحدود دي بعد شويه ممكن تبقى الحدود دي بتبقى من ابنك مثلا. انت ما انت رايحه فين النهارده؟ انت سايباني، انت بتعملي ايه؟ طبعا عنده حق في اوقات كتير، بس لاني بشركه في حاجات كتير فابتدى يبقى فاهم. لا انت تعملي، طب برافو عليكي. فبحاول دايما اخليه انا يعني يبقى جزء من احلامي، واقول له انا عايزه اروح هناك، ايه رايك؟ وبعمل كذا. فبحاول اشركه، لان انا اللي انا بعمله لنفسي بياخد احيانا من الجزء اللي هو شايفه بتاعه. فبحاول ان انا اخليه يبقى فاهم كويس قوي ان انا ليه رايحه هناك. انا بعمل ده لنفسي وعشان انا ابقى مبسوطه، وانت كمان تبقى مبسوط، ولو في وقت انت عايزني معاك انا موجوده معاك، ولو في وقت انت محتاجني فيه انا بيبقى هو اولوياتي. فبركن حاجات كتير واركز معاه. زي ما قلت لك، هي اتس اول اباوت انك تحطي البريوريتيز بتاعتك نمره واحد، وتحطي اهدافك عارفه انت رايحه فين، وتاخديها بقى بالراحه. يعني تاخديها واحده واحده كده، مش حد بيجري وراكي، صح. مفيش ديدلاين، انت اللي حاطه الهدف وانت اللي حاطه التايم لاين بتاعك. فمش ما حدش يقول لك انت اتاخرتي او ما اتاخرتيش. انا وانا بتجوز وانا كبيره ما كنتش فارق معايا ان انا اقول ان انا اتجوز متاخر. وانا بخلف وانا بقرر اني مش هخلف غير طفل واحد، دي حاجه بتاعتي. انا بقرر ان انا اعمل شغل، ده بتاعي. انا بقرر ان انا اقعد من الشغل، ده بتاعي بالظبط. يعني فهي دي الخلطه، انك تشوفي ايه اللي تقدري تعمليه وقدراتك تقدري تعملي ايه، وتحطي اولوياتك بناء لده. خلاص. حلو قوي. فنفهم من كلامك انه علشان توصلي للنجاح انه انتي تفضلي محافظه على حدودك اصلا مع نفسك، انه انتي ما تنسيش نفسك وتروحي مع الجواز والامومه، وانه انتي برضو ما تخليش انه الجواز والامومه يبقوا حاجز ما بينك وما بين نجاحك، فبتقدري تتخطيه بان انتي بتشركي الاسره اللي بقت بالزبط. موجوده في احلامك وفي، مش هقول في قراراتك، بس ان هم جزء منها. هم جزء منها لانها بتاثر عليهم على فكره. هو ده يعني انا مش بتفضل عليهم بده. هو حقهم وحقنا مع بعض. ان انا زي ما في وقت انا برجع لورا وبقول لا انا هركن، انا اللي بقول انا هركن احلامي دي دلوقتي عشان خاطر في اولويات. هم اولويات. زي ما في وقت بقول طب يا جماعه بصوا بقى، انتوا تقدروا ترجعوا لورا شويه، او انتوا تقدروا انتوا بقى شويه عشان انا عندي حاجه عايزه اعملها. لا والله بصي، طبعا المواضيع مش بالسهوله دي طبعا، لانها احيانا بيبقى الاثنين بيتعارضوا مع بعض في وقت. فمين بقى اللي يتنازل النهارده ومين اللي ما يتنازل؟ دي برضو ليها علاقه بالكوميونيكيشن. واحيانا ممكن على فكره ابقى في وقت اعمل حاجه واقول لا انا هعمل ده عشان خاطر نفسي كده، اقول لا انا ايه اللي خلاني عملت كده ساعات. يعني مش دايما قراراتي صح قوي، مش دايما حكيمه قوي. انا برضو مش عايزه ادي صوره ورديه ان انا ماشيه على خلطه، وان انا لا بيحصل فيليرز وبيحصل قرارات غلط، وبيحصل ان انت تكتشفي ان ما كنتيش المفروض تمشي يعني تعملي ده دلوقتي، او انت حطيتي اولويات مش مظبوطه. بس هي الصح كمان يا شيماء ان انت تراجعي نفسك. يعني الواحد ما يتكبرش انه اللي هو خد قرار غلط او عمل حاجه غلط، او يعني استعجل على حاجه او بطأ في حاجه. ما يقعدش يلوم نفسه بقى. يعني خلاص انا غلطت في ده، انا بعتذر، او لو ده اثر على حد، او لو انا بيني وبين نفسي عملت حاجه ما كانتش المفروض تتعمل دلوقتي، فبقول لا خلاص انا ما كنتش صح ان انا اعمل ده. يعني البني ادم يبقى متصالح كده مع نفسه، وعارف كويس قوي ان هو بني ادم. واحنا بنحاول كلنا. اهم حاجه ان احنا يبقى عندنا نيتنا ان احنا نعمل حاجه كويسه، ونسيب اثر كويس للناس اللي احنا عايشين معاهم، والناس اللي احنا بنتعامل معاهم، وعلى نفسنا.
حلو قوي. ولو احنا يعني فكرنا بالطريقه دي ببساطه، هتلاقي ان في حتى الاخطاء وحتى الحاجات اللي بتعمليها ممكن تبقى مش صح قوي، بتعرفي تتصالحي معاها، واللي قدامك الناس اللي حواليكي اللي هم بيحبوكي ويتمنوا لك الخير، حتى لو انت يعني بتختلفي معاهم برضو بيبقوا مقدرين ده جدا، وبيبقوا يعني متفاهمين ده قوي قوي. حلو قوي. بصي انا مؤمنه ان هو مفيش صح وغلط ومفيش كتالوج، في زي ما انت قلتي المناسب ليا ايه بعمله دلوقتي، ولما يبقى في اسره المناسب لينا بقى كاسره بالزبط. ونعمله. ولا في سر بسيط كده في الخطه اللي انت قلتيها، ايه؟ انه انت تبقي واعيه. انت قلتي تبقي واعيه للموقف اللي انت فيه واللي بالزبط. بيحصل، وانه كمان تبقي حاطه كده النهايه هناك اهي انا شايفاها هوصل لها، بس واحده واحده بالظبط. وحتى لو في حدود انت حطاها بتبقى زي ما بنقول مرنه علشان تقدري تظبطي اولوياتك. فلكسبيليتي، ما انت لازم على فكره في اي حاجه حتى في البيزنس، ما هو الناس بتبقى عارفه يعني انا عايزه احقق هدف معين وانا شغاله في متغيرات بتحصل صح. بتخليكي تغيري الهدف ده او تلفي حواليه او تكتشفي ان في هدف اقرب بيوصلك في حته احسن يعني. في الاول وفي الاخر زي ما قلت لك هي مساله المتغيرات دي موجوده في حياتنا احنا صح. بس نعرف ازاي نتعامل معاها وازاي نبقى شايفينها، بس شايفين ان ده انا عايزه اوصل لناحيه الحته اللي هناك دي، ومن غير ما اضر حد ومن غير ما اضر نفسي، وعلى قد ما اقدر احاول ابقى اخدها واحده واحده عشان رجلي ما توجعنيش عشان السن. لا 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 عيب عليكي لسه شباب. بحاول. لا لا على طول شباب. الرحله طويله مليانه تفاصيل ومليانه حاجات ومراحل. ميرفت اتعلمت عن نفسها ايه في الرحله دي؟ مش عارفه يعني. بصي وانا ما ببصلي زي ما قلت لك من 10 من 20 من 30 من 40 سنه بلاقي ان انا في تغيير في ان انا ما كنتش فاكره ان انا عندي كل هذه القدره، ان انا عندي القدره دي على التغير ده. انا بخوض التجربه وانا جوايا مش عارفه كنت هقدر ولا لا. بس انا في حته كده انا بغمض عيني وانط، عارفه اللي هو ايه ان شاء الله يعني مجاز لو جربت اطلع بعرف. فانتي يعني فانا بعمل ده. هي الحمد لله طبعا جلت مني ساعات، بس في يعني النسبه الاكبر انها جابت نتيجه. فده خلتني بعمل ايه بقى يعني، ده مؤخرا او يعني في خلال اخر مرحله اخر 10 سنين. عارفه ما تعملي ايه اناليسيس للداتا القديمه، فانا كنت بشوف هي ليه باظت وليه مشيت. فبلاقي كومن فيتشرز كده، ملامح مشتركه ما بين هو انا لما عملت ده وكنت مثلا ما كنتش جاهزه له قوي او نطيت، ايه اللي خلى ده نجح وايه اللي خلى ده ما نجحش. فبلاقي شويه حاجات مشتركه فبحطها على انها هي دي الملامح دي. اول ما بشوفها في حاجه باخد القرار بناء على المعلومات السابقه بقى. بقيت اي حاجه فيها نوليدج او فيها تعليم بقيت بحبها جدا، وبقيت شايفه انها فرقت معايا جدا وعملت لي اكسلريشن في تطوري. يعني انا تطورت من 20 ل 30 بنسبه، من 30 ل 40 بالضعف، من 40 ل 50 ضعف، من 50 ل 53 ضعفين 3. في كل فتره بتزيد المضاعفات بتزيد. العامل المشترك او الجزء العلم طبعا والخبره، والعلم طبعا بيفرق كتير قوي. حلو قوي. خليني اقول من كلامك انه العلم والمعرفه هي اللي بتخلينا قادرين ان احنا نكسر ونتخطى حواجز كتير بتتحط في طريقنا، تدينا ثقه في نفسنا. انت لما بتعملي حاجه وانت مش عارفه اللي كنتي بتعمليه ده غلط ولا لا، بتبقي برضو متردده شويه، وممكن التردد ده يبقى هو ده المشكله. لكن لما بتبقي عندك علم وعندك معرفه، زي ما قلت لك انا في الاول كنت ممكن وانا بخش من الباب ده مش عارفه هلاقي وراه عفريت ولا هلاقي وراه ايه، وانا صح ولا غلط. فاحيانا كنت بخش والبس في الحيطه وعادي. دلوقتي قبل ما بخش في الباب بشوف شويه ملامح كده بقول لا نسبه ان انا ادخل وما الاقيش عفريت لا نسبه كبيره قوي. وخليني ازود كمان بقى، فان انا باخد من كلامك كتير انه الاناليسيز اللي انتي بتعمليه على فترات مختلفه في رحلتك هو ده اللي بيساعدك ان انتي تخلي الحدود فيها مرونه، تغيري الحدود او تعملي ترسميها بشكل مختلف تماما. بالظبط، وممكن اغيرها على فكره.
بصي مفيش حاجه صح على طول الخط، مفيش حاجه غلط على طول الخط. طبعا في حاجات يعني متعارف عليها شر وخير وحلال وحرام، لكن في التعاملات الانسانيه ممكن اللي يناسبني او اللي انا شايفاه غلط انت شايفاه صح. ممكن اتنين يكونوا سايبين فاتحين الحدود بشكل معين وهم مرتاحين خلاص، ده هي دي حدودهم، هم شايفين كده. وناس تانية لا، هم ما بيحبوش، هو ده حدودهم. فانا امتى اعمل ده، امتى اعمل ده مع مين، اعمل ده تحت اي ظروف، ده بالخبره بقى بالوقت ومن التجربه بقى والفيلير بقى تعملي صح والغلط والتجربه. وزي ما انت بتقولي بالاناليسيس بقى انت بتتعلمي، طول ما احنا ماشيين بنتعلم، وطول ما احنا ماشيين بنشوف حاجات جديده بتخلينا نغير من طريقتنا. وده طبيعي. واللي احنا اما تكوني معترفه من ده من بدري او شايفاه من بدري بيهون عليكي شويه، بيهون عليكي شويه. الكلام معاكي ما بيخلص علشان ممتع ومثري. وانت كمان والله، وانت انا عاجبني قوي في الحوار معاكي ان انت بتاخدي كلام بتقوله لي وبترتبيه كده. العلم برضه بيفرق. والله يعني بتحطيه في اطاره. انا بطلع كلام من قلبي بجد، ونفسي بجد الكلام ده لو اثر في حد او خد منه حته تنفعه او حتى تغير طريقه تفكيره، ده يبقى شيء سعيد يعني يسعدني جدا. بس زي ما بقولك انا كمان مستمتعه جدا بكلام معاكي يا شيماء بجد، ان انت بتعرفي حتى زي ما قلت لك بتاخدي الكلام بتحطيه في اطار كده مفيد، ويعني انا نفسي استفدت منه. كنت فاكره ان انا كنتش عارفه عن نفسي الحاجات دي. لا ده انت عندك كتير ولسه خلينا طيب نقول انه ميرفت هتقول رسالة في آخر الحلقة لكل ست محطوطة في كورنر كده إنها بيكي أو وحاطة رجل على رجل ومش عايزة تتجوز ورجالة مش عاجبينها، أو كل ست بتتحط تحت ضغط إن هي تقبل بأي حاجة علشان زي ما انت قلتي في الأول، يا ترضي المجتمع يا ترضي الأهل وتبسطهم، وواحدة تانية جواها خوف من حاجات هي لوحدها اللي عارفاها. بصي هو في حاجة تمشي مع الكل، ودي حاجة أمهاتنا وأهالينا وديننا وكل والأديان كلها بتقولها، كل شيء اسمه نصيب. وان انا لو ربنا كاتب لي اتجوز حد هتجوزه على فكره. يعني ده انا مقتنعه بده جدا على فكره. ده من الحاجات اللي مخلياني. هو انا يعني لو قعدت سعيد، كان في حد بيقول لي زمان هو انت مش متضايقه؟ قلت له طب وانا لو اتضايقت بقى هتجوز بكره؟ انا قاعده النهارده بعيط بقى ويا رب انا ليه ما اتجوزتش. هل هتجوز؟ لا، ممكن اتجوز بعد 10 سنين، بس انا اقضي ال10 سنين دول في نكد لغايه ما يجي شحتفه بقى. فهو انت ربنا كاتب لك، او احنا كل واحد ربنا كاتب له هيتجوز امتى وهيتجوز الساعه كام وهيتجوز مين. فما فيش داعي ان احنا نتقلها على نفسنا. احنا بس نبقى نخلص نيتنا ان احنا نبقى نفسنا نعيش حياه كويسه، سواء اتجوزنا او ما اتجوزناش. فالبنت او الست اللي هي شايفه ان لا انا مش عاجبني اي حد، على فكره بشوف نماذج ده كتير جدا، وبيتجوزوا حد عكس اللي هم كانوا عايزينه خالص، لان نصيبهم ان هم يتجوزوا. هو نصيب، وانت في الاخر بنقعد نقول بالشوكه والسكينه هو نصيب. العكس، البنت اللي تبقى نفسها تتجوز وممكن تتاخر في الجواز وممكن تتجوز حد. فهو لو احنا شلنا موضوع الجواز ده على جنب واقتنعنا ان هو نصيب، وان احنا نشتغل على نفسنا، كل واحد يبص في ورقته. انا بص على انا مركزه على نفسي. انا ايه اللي يسعدني، سواء في وجود زوج او عدم وجود زوج، في وجود ولاد او عدم وجود ولاد. لان انت ممكن تتجوزي وما تخلفيش، او تتجوزي وتنفصلي، او يعني او واحده تتجوزي وتبقي سعيده وربنا يفتكر زوجها. يعني وجود العلاقه بين الراجل والست في حاجات برضو ما هي كلها بتاعت ربنا. فاحنا نركز في اللي نقدر نسعى ان احنا نعمل حياه حلوه، نسعى ان احنا سواء نعمل حياه حلوه لنفسنا وللي حوالينا، ونحط بلانز بقى كتير. اتجوزنا ما اتجوزناش، احنا في الاخر بنشتغل على نفسنا، نشتغل على اللي في ايدينا نعمله. وفي الاخر الجواز بيجي او ما يجيش، ده نصيبنا اللي ربنا كاتبه لنا. بس لما يجي لنا واحنا مستقرين نفسيا كده، ولا متضايقين ولا ملهوفين، ولا يجي حاجه زي الشغل ما بيجي، وزي زي الحاجات عارفه اللي كانت بتحصل لك وانت صغيره، اللي انت بتعمليها كده. ايه، انت خلصتي مدرسه دخلتي جامعه، طبيعي ان انا اخش جامعه. ما بتلاقيش حد قاعد بيعيط عشان يخش الجامعه، ولا حد بيفرح، ولا حد بيعيط عشان ما يدخلوش مثلا. في ناس اقصد ان في حاجات بتحصل في حياتنا احنا بنتعامل معاها انها امر واقع. الجواز امر واقع لو ربنا يعني سواء حصل او ما حصلش، انا حياتي مكمله.
مكمله بالشكل اللي انا احبه لنفسي، فاشتغل على نفسي واركز مع نفسي، واركز في ان انا ايه اللي يبسطها وايه اللي يسعدها، وايه واحيط نفسي بناس مش عايزه اقول شبهي، بس ناس يعني ناخد وندي مع بعض كده، ناخد وندي لبعض. انا قلت لك انا اللي كان جزء من اللي مقويني ان انا لا انا محاطه بعيله لطيفه، باولاد اخوات، ممكن ولاد صحابي اللي هي ماي بيست فريند ليها ولادها كنت بعتبرهم ولادي او بعتبرهم لغايه النهارده ولادي. فما يعني في ناس عندهم ده، ناس ما عندهمش ده، ممكن ناس زمايل، ممكن ناس اللي ما عندوش ده ولا ده بيبتدي يشوف كوميونتي مريحه يبتدي يبقى هو جزء منها، عشان احنا بنحب نبقى في وسط ناس يعني. فلو عملنا ده وانس وات ايفر بقى ايه اللي هيجرى بعد كده ده امر الله يعني، ده حاجه ربنا هو اللي كاتبها، كله بايد ربنا، كله بايد ربنا. وايه بقى الرساله اللي ميرفت هتبعتها لميرفت النهارده؟ يا عندي رسالتين، انا عندي رسالتين عكس بعض خالص. يعني ريحي نفسك شويه، محتاجه ارتاح جسمانيا شويه، انك ترتاحي. وحاجه تانية ما تتوقفيش انك تحلمي، اوعي في وقت تقولي لنفسك او تسمحي. انا ما بسمحش بده، بس يعني جايز واحد لما بيكبر ممكن يسمح في الاخر يزهق، انك تقولي ما خلاص بقى انا الجمله دي بسمعها، ما كفايه بقى، ما خلاص بقى. سمعتها اما كنت بشتغل وقبل ما اتجوز، ما كفاكي شغل بقى واتجوزي. سمعتها اول ما اتجوزت، طب ما انت تجيبي بقى ما يعني بعد ما ابتديت ادرس، ما انت خلاص اتجوزتي، ما تركزي مع اولادك بقى، ابنك بقى. سمعتها ما ابتديت اعمل شغل، ما كفايه بقى. يعني الجمله دي بتسمعيها كتير من ناس مختلفه، ناس خايفين عليكي وناس خايفين منك، ناس مش عاجباهم وناس صعبان عليهم، كل واحد بنيته. وانا ساعات بقولها لنفسي ما خلاص بقى يعني، من غير بقى الناس، انا ساعات اقول لنفسي ما خلاص بقى. بس لا، هي لو خلاص بقى انا مش هبقى موجوده، مش هبقى ميرفت يعني. لا انت لسه عندك كتير. يا بالظبط كده. فحاسه ان يعني عايزه اعمل ده بس بالراحه شويه. ايوه يعني عندك عايزه اعمل ده بالراحه، عايزه اعمل ده بالراحه شويه، بس نهدي بقى واحده واحده زي ما قلتي في الاول، خطوه خطوه، واحده واحده. ما هو بالظبط. بس احيانا بتلاقي عارفه انت بتحطي على الزحليقه كده، تلاقي نفسك قعدتي على الزحليقه، تلاقي نفسك مش عارفه تقفي مكمله، حد يدوس على الزرار، حد يدوس على الزرار. ايوه مش واقفه. فساعات بحس ان انا محتاجه اهدى، اركز في صحتي شويه. فده اللي انا محتاجه اركز فيه. اللي محتاجه اقول ان انا لا ما اقفش يعني افضل دايما عندي كده احلام، وربنا يقدرني واعرف اوصل للي انا بتمناه واللي بحلم بيه. يا رب يا رب يقدرك وتوصلي لكل احلامك وتحققي كل حاجه حطيتيها في الليسته بتاعتك. ويا رب دايما في احسن صحه واتم حال، ومن نجاح لنجاح، ومن توفيق لانجاز. ثانك يو شيماء، ثانك يو بجد انا مبسوطه معاكي النهارده، ومبسوطه ان احنا يعني قعدنا اتكلمنا من القلب كده، ويا رب كلامي يكون يعني يفيد حد او حد يسمعه يتبسط بيه. انا استفدت. طيب خلاص، وانا استفدت يبقى اكيد هم كمان هيستفيدوا ان شاء الله. وان شاء الله لينا لقاء تاني امتى وفين محدش عارف، بس احنا مع بعض ان شاء الله على طول باذن الله. حلقتنا انتهت، بس زي ما بنقول رحلتنا وحكاياتنا ما بتنتهيش، وبين الحدود والحواجز لينا لقاء تاني. بس زي ما قلتلك المرة اللي فاتت، ايه اللي اتعلمتيه وايه الرسالة اللي خدتيها من حلقتنا النهاردة؟ وشكرا.